السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي سنة أولى في درس جديد من دروس اللغة العربية. النهاردة مع بعض هناخد حرف جديد هو حرف القاف. يلا بينا حبايبي نعرف أول حاجة عن حرف القاف. زي ما احنا عارفين أول حرف لما بناخده جديد لازم أعرف عنه حاجة. أول حاجة الأشكال. حرف القاف عندي في أول الكلمة بيبقى فارد إيده عشان هيمسك في حرف بعديه. حرف القاف في وسط الكلمة بيبقى فارد ايديه الاتنين عشان هيمسك بحرف بعديه وحرف قبليه. حرف القاف يا اما متصل في اخر الكلمة يا اما منفصل. تعالوا نشوف الكلمات مع بعض. حرف القاف في اول الكلمة زي كلمة قمر، في وسط الكلمة زي بقرة، في اخر الكلمة زي كلمة صديق متصل، طارق منفصل. يلا نقرأ الكلمات مرة تانية. قمر في أول الكلمة، بقرة في وسط الكلمة، صديق في آخر الكلمة متصل، طارق في آخر الكلمة منفصل. تعالوا نتعرف على أول سؤال مع بعض. بيقول لي صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. تعودنا على النوع ده من الأسئلة سنة أولى وعرفنا إن هو بيديني الحرف بأشكاله في الأول وفي الوسط وفي الآخر، ويقول لي وصلوا شكل الحرف بالكلمة المناسبة ليه. تعالوا نقرأ الكلمات الأول وبعدين نوصل. كلمة طريق، طارق، بقرة، قمر. يلا بينا نوصل شكل الحرف بالكلمة المناسبة ليه. حرف القاف في أول الكلمة هنوصله بكلمة إيه؟ عندي هنا كلمة قمر. حرف القاف وسط الكلمة فارد ايديه الاتنين يعني هيمسك في حرف قبليه وبعديه. ايه الكلمة هنا؟ كلمة بقرة. حرف القاف في آخر الكلمة متصل يعني هيمسك في حرف قبليه. هنا كلمة ايه؟ طريق. حرف القاف في آخر الكلمة منفصل واقف لوحده زي كلمة ايه؟ برافو علينا، طارق. تاني حاجة سنة أولى نعرفها هي الحركات. حرف القاف لما يبقى عليه فتحة يبقى قا، صوته قا، تحتيه كسرة قي، عليه ضمة قو. وعلامة السكون قلنا قبل كده ان علامة السكون ما ينفعش تتنطق لوحدها، لازم يكون في حرف قبليه عشان يعمل لها صوت. تعالوا نشوف الكلمات. قاف عليها فتحة قا، قمر، تحتيها كسرة قي، قرد، عليها ضمة قو، قطن. وعلامة السكون زي كلمة صقر. علامة السكون هنا اللي طلع لها صوت الحرف اللي قبلها هو حرف الصاد، يبقى صوتها صقر. طيب تعرف على سؤال كمان مع بعض. بيقول لي حوط حول صوت الحرف المناسب للصورة. مديني مجموعة من الصور ومديني الحرف بحركته، عايزني أقول إيه صوت الحرف للصورة دي. أول صورة عندي صورة قرد، قي. أنا نطقت هنا إيه؟ قي، يبقى ده إيه؟ كسرة. الصورة اللي بعد كده قمر، قا، يبقى ده إيه؟ فتحة. برافو علينا. صقر، صق. أنا وقفت هنا عند حرف القاف ومادام وقفت يبقى دي علامة الإيه؟ برافو علينا، علامة السكون. يلا نشوف سؤال تاني. بيقول لي ضع الحرف الناقص بحركته. عندي قاف فتحة، قاف كسرة، قاف ضمة، وقاف سكون مكان النقط. مديني كلمات كل كلمة منهم ناقصها حرف، احنا هنحط الحرف المناسب ليها بالحركة بتاعته. واحنا بنحط الحرف يا سنة أولى لازم نحط الحركة بتاعته، ما ينفعش احط قاف بس من غير حركة، لازم احط الحركة على الحرف. أول كلمة عندي كلمة صقر. أنا وقفت هنا صق، صق، يبقى هنا النقط إيه؟ قاف سكون. برافو علينا مادام وقفت وحطيت علامة السكون على حرف القاف. الكلمة اللي بعد كده قمح، قا، قمح، يبقى هنا إيه؟ قاف فتحة. قرد، قرد، قي، قي، يبقى أنا إيه؟ قاف كسرة. آخر كلمة عندي قطن،
كو. هنا ايه؟ برافو، قاف ضم. نشوف سؤال تاني. حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. مديني كلمتين وبيقول لي حلل إلى مقاطع صوتية. احنا خلاص اتعلمنا في المقاطع الصوتية لازم أبص على الكلمة كويس، أشوف فيها ايه. لو فيها سكون يروح مع الحرف اللي قبله، لو فيها مد لازم يروح مع الممدود، وقلنا قبل كده ان الممدود بيجي قبل المد. تعالوا نشوف الكلمات اللي عندنا. أول كلمة عندي بقرة. بقرة. نبص على الكلمة كويس، الكلمة دي فيها أي حاجة من اللي أنا قلت عليهم؟ فيها حرف ساكن؟ لا ما فيهاش. فيها مد؟ لا ما فيهاش. يبقى كده هننزل كل حرف لوحده. الباء لوحدها باء، القاف لوحدها قا، الراء لوحدها را، والتاء مربوطة لوحدها تن. بقرة. تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده. قرد. لو بصينا على الكلمة كويس يا سنة أولى هنلاقي إن كلمة قرد الراء هنا ساكنة، الراء عليها إيه؟ سكون. وتعلمنا قبل كده إن وأنا بحلل لمقاطع صوتية السكون لازم يروح مع اللي قبله في مقطع لوحده. يبقى المقطع الأولاني هنحط فيه إيه؟ قر، الراء السكون مع حرف القاف اللي قبله، والدال هتبقى لوحدها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حدد حرف المد والممدود. مديني مجموعة من الكلمات وبيقول لي حط حرف المد وحرف الممدود، قول لي ايه هما او هما فين. تمام. النقط الاولانية يا سنة اولى بنحط فيها حرف المد، والنقط التانية بنحط فيها الممدود. عندي كلمة برقوق، انا هنا مديت في صوت الايه؟ حرف القاف ممدود بالواو، يبقى هنا المد بتاعي ايه؟ الواو. ادي النقط الاولانيه حطينا فيها حرف المد. طب الممدود؟ الممدود قبل المد، قبله يا سنه اولى، نركز في النقطه دي كويس. الممدود بيجي قبل المد مش بعديه، قبليه. طب حرف المد الواو هنا قبليه ايه؟ القاف، الممدود القاف. الكلمه اللي بعد كده قارب. عندي هنا مد بالايه؟ برافو علينا، مد بالالف. الممدود اللي قبله القاف، برافو علينا، ولازم نحط الحركه. يعني كلمه برقوق الممدود القاف، ممدود حرف الممدود بيبقى عليه الحركه الضمه، المد بالواو حركته الضمه، المد بالالف حركته الفتحه. عندي الكلمه الاخيره حقيبه. هنا عندي مد بالايه؟ بالياء، والممدود القاف، والمد بالياء حركته الكسرة، يبقى الممدود هيبقى تحتيه كسرة. وده يا سنة أولى بيكون حرف القاف معايا، وإن شاء الله نلتقي في حرف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.